10 مرات الحفيظ. هذاك الانطباع الاولي كان كيبان لي انا شفت لي برودوي راه كنت باغي نهرب النهار الاول. علاش؟ صافي كتقول ماشي شي حاجه وماشي الدومين ديالك وبعيد على هادشي، ولكن ملي كتكتشف ان ديجا ناس في مجالات مختلفه ناجحين في هذا المشروع كتقول اذا حتى انا. لهذا ملي بديت فوريفر واخا انا بديت فكره انني ما غنبيعش لي برودوي، لان عملت واحد التجربه خاطئه، عملت واحد الغلط قبل، شبرت كاتالوج وريته للناس حتى واحد ما طلعوا لي شي حاجه، وبالتالي كيبان لي برودوي ما غيتباعش. يمكن واخا يداك بديت داكور بديت كانوا لي فورماسيون مهمه جدا. نسمعوا القابليه للتعلم غنسمعوها بزاف المرات، لان احد النقاط المهمه في النجاح في المشروع ديالنا هو التكوين، هو ملي كتعلم داكور لان كتبدا تينا واحد المشروع ما عندك به كما قلت حتى علاقه. ملي تعلمت اول حاجه تعلمت هو ان خصني نكونسومي لي برودوي. كان عندي مشكل ديال الدم كيسيل فمي، جربت دونتيفريس 4 ايام 5 ايام كان مشى المشكل. وانا باقي ما عاولش نبيع، مشى المشكل باقي ما عاول، غير مبهور بديك النتيجه، غير ديك الانبهار ما بقاش المشكل. كتلقى كاين الناس محتاجين اختي فرغات تقول لي سرد ما جربت عندي نفس المشكل. كنت في قهوه مع صحابي اخر كيقول لي حتى انا عندي مشكل ديال الدم فمي، يجيب لي واحد البنت طلباتو لي خرجوا لها الطبيب ديال السنان قال لها استعمل هذا طبيعي ما فيهش فليور. سمعت انا طبيب السنان خرجوا لها الدونتيست اللي في الحومه ديالنا تا هو مشيت هضرت على التجربه ديالي تا هو خدا لي دونتيفريس صحابو خداو مشات الامور. بالتالي كان ربما المنتج المفضل تكون عندي كوموند على 7 ولا 8 ديال لي دونتيفريس من الناس، ربما كان كتجيني لا كوموند قبل ما يوصل الليل كيكون تباعوا كاملين، ماشي نديك الناس نعاود نعمل لهم كوموند اخرين. لان ملي كتكون واثق من شي حاجه اللي جربتيها كتسهل. لهذا لا كونسوماسيون مهمه جدا. كاين الكونسوماسيون ملي كتستهلك كتثيق، وبالتالي كتكون عندك القدره انك كتهضر بطلاقه وبعفويه وبمصداقيه وكيوصل داكور. الحاجه الثانيه هو الافتتاح ديال المشروع. هو الناس اللي كنعرفوهم هما محتاجين لي برودوي ديالنا داكور. دابا في الاخير نرجع نقول علاش هما محتاجين لي برودوي ديالنا، ولكن هما باش غيعرفوا تينا عندك هذا المنتوج. وبالتالي خص واحد الافتتاح، واحد الجلسه اللي يكون فيها الشرح ديال هذا المنتوج باش كيصلح الدور ديالو الى اخره. صافي عرضت واحد 12 الناس في الدار، واخا انا كنت مقتنع انه ما غيشريوش لان ديجا شافوا الكاتالوج وما شراوش. مشى معايا السيد اللي بديت معاه هو كيشرح لهم لي برودوي اللي صالحين الدور ديالهم، بعض لي برودوي مفتوحين تجربوا. تما كنتصدم بنتيجه مختلفه لنفس الناس، حيتاش الطريقه مختلفه ديال الخدمه معاهم، كيفاش وصلت لهم معلومه حتى النتائج كانت مبدله. كتلقى كل واحد شنو خصو، اللي دا باك ديال تساقط الشعر، اللي دا ماساج، اللي دا بوماده ليطاج، اللي دا لي برودوي. كتلقى ديجا اللي تما فهمت ان الخدمه بطريقه صحيحه غتعطينا نتائج صحيحه، الخدمه بطريقه غلطه غتعطينا نتائج غلطه. لهذا لا يهم شكون تينا، شنو كتعمل، من دبلوم عندك، من مهاره قبل ما تبدا المشروع، ولكن المهم هو ان مستعد تعلم، تتبع لي فورماسيون، تخدم بطريقه صحيحه، غادي تكون النتائج ديالك حتى هي مزيانه. من بعد كتعلم طرق اخرى، كيفاش تخدم في السوشيال ميديا الى اخره. بالتالي لي فورماسيون موجودين ومتوفرين. ولي برودوي بشكل عام حنا عندنا افونتاج ان الاسواق متنوعه. اول حاجه هما لي برودوي اللي غتحتاجهم تينا محتاج ستيك ديودورون، تينا محتاج دونتيفريس، تينا محتاج صابونه، تينا محتاج كريمه الشمس. تينا محتاج هاد لي برودوي بحال اللي تينا محتاجهم لونطوراج ديالك تا هو محتاجهم. خالتك راه حتى هي خصها دونتيفريس كتستعملهم اصلا بيك ولا بلا بيك، فهمتوا هاد المساله. راه عندك كريمه الشمس راه عندها، ستيك ديودورون راه عندها، دونتيفريس عندها، شامبوان عندها، صابونه عندها. بالك يبقى غير خصها توصل لها فكره على النوع ديال لي برودوي اللي عندك، على الدور ديالهم، على الفوائد ديالهم، ربما تجربهم وبالتالي غتصبح حتى هي تاخذ لي برودوي من عندك. عادي حنا العيد كبير قرب، اذا عمك كان كيجيب الحواله غيبيع الحواله، ما تشري الحوايج من السوق ولا من عند عمك، عند عمك بكل بساطه. كذلك خالتك راه غتجي تشري كريمه الشمس من عندك، خصها غير يعرفها، غير يشرح لها وتيها تجرب. المفروض غتجي تشري من عندك وبنت خالتك كذلك، والصديقه ديالك كذلك، الصديق ديالك وهكذا. بالتالي حنا لي برودوي اول حاجه كاين هذه المجموعه ديال لي برودوي ديال الاستعمالات اليوميه اللي كل شيء محتاجه. عاد ندوزو
حاجات اخرين اللي باغي ينقص الوزن، اللي باغي يزيد الوزن، اللي باغي يعتني بالبشره، اللي ربما باغي يحسن الصحه ديالو كثار، المناعه اكسيتيرا. الوغ اسواق اخرى اللي غتلقى ناس هما محتاجين لي برودوي، خاص ولكن توصل معلومه. البارح كنا في العرايش عاملين واحد العرض ديال المنتجات، كاين المهم شرحنا المنتجات، في الاخر لقى واحد برودوي نسيت ما هضرت عليه، ملي جبدتو راك شحال دارت الهضره عليه مساج، وكانوا هما محتاجين المساج. كيقول لك كان كلشي الركابي عندهم مشكل ديال مفاصل الى اخره، بالتالي خذوا غير يهضر عليه ووصلوا يعرفوه الناس يجربوه، وبالتالي غتلقى الناس محتاجين هذا المنتوج وباغينه. وهكذا كتمشي الامور.